الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعين قناه شيري؟ النهارده هعمل لكم وصفه. انا عارفه ان الوصفه جت متاخره خالص، طبعا انا مش عاجبني اللي هنعمل وصفه القرنبيط. انا مش عاجبني دلوقتي القرنبيط، بس بصراحه انا جايباه بقالي كام يوم، كنت عيانه شويه وكنت تعبانه شويه، فما قدرتش اخلله على طول وما قدرتش انزل واعمله على طول واقوم اعمله على طول. تمام، فيلا بقى بينا ندخل في وصفتنا على طول. هقول لكم النهارده هنعمل القرنبيط السوري الجميل اللذيذ اللي مفيش محدش يختلف عليه اتنين. خلاص، هنعمل النهارده ألذ واشهى قرنبيط مخلل ممكن تاكليه. القرنبيط ده بيتباع في المخللات، بيبقى غالي جدا. تمام، انا جبت قرنبيطه بس هي دبلت مني، بس انا قلت لازم برضو اعمل لكم الوصفه وانزلها لكم. خلاص، يلا بينا نخش في وصفتنا على طول. بس ما تنسونيش في اللايك الحلو الجميل بتاعكم، لايك وشير وسبسكرايب وكومنت حلو جميل من قلبكم الابيض. يلا بينا نخش في وصفتنا. هقول لك بقى معايا ايه. انا هعمل لك النهارده القرنبيط بولونين. تمام، هعملهولك بالالوان طبيعيه، هنعمله احمر واصفر. تمام، انا معايا ليمون شرايح، ومعايا فلفل شرايح، ومعايا بنجرايه مبشوره، ومعايا معلقه كاري، ومعايا معلقتين هريسه، ومعايا فصوص ثوم والملح والسكر بتاعي. تمام، مفيش خل ليه؟ هقولك بعدين، خليكي معايا، انا هقولك احنا مش هنحط خل ليه. خلاص، خليكي معايا نكمل مع بعض. دلوقتي انا هعمل ايه هنا؟ انا هنزل بالهريسه بتاعتي. خلاص، انا طبعا جايبه علب بلاستيك عشان قلت اخلي لكم حاجه في البلاستيك تشوفوها، عشان الناس اللي هي بتقول مثلا لا اصل انا ما عنديش غير بلاستيك والكلام من ده، ما عنديش ازاز، فانا قلت برضو ايه اخللك في البلاستيك عشان تشوفيه معايا. خلاص، انا عندي علبتين بلاستيك زي كده، طبعا الغطا بتاعهم محكم جدا، مش هنزل بيهم ولا اذا كان الغطا محكم. خلاص، وهنزل هنا بالبنجر بتاعي كله. تمام، وهنزل هنا بالكركم بتاعي. حلو الكلام كده. طيب، الناس اللي عايزه تحط خل ممكن تحطي معلقه واحده. تمام، وممكن ما تحطيش. طيب، هقول لك على حاجه كمان، انا هحط لك اهو نص معلقه ومعلقه صغيره خالص، في كل واحده معلقه صغيره خالص. خلاص، طيب هعمل ايه دلوقتي؟ الاول هقلب الحاجه بتاعتي اللي تحت دي، اقلبها كويس كده كده. ايه، انا هنزل عليها المحلول وهتبقى ايه وهتتفاعل معايا. تمام، هنزل بقى هرص المخلل القرنبيط بتاعي وهوريك هنعمل ايه. خليك معايا، انا هحط القرنبيط وهوريك انا هعمل ايه دلوقتي. بصي كده بقى، انا حطيت ايه، انا رصيت شويه هنا وشويه هنا، هنزل عليهم بشرايح من الليمون. شرايح الليمون هنا عندي علشان خاطر القرنبيط بتاعي، انا بحاول اضغط عليه عشان يبقى عندي مفيش مسافه. خلاص، طيب شرايح الليمون هنا عندي ليه؟ هقولك ليه. شرايح الليمون هنا عندي علشان خاطر الغازات، احنا عارفين كلنا ان القرنبيط بتاعنا بيطلع غازات. خلاص، فانا عايزه احاول على قد ما اقدر يحافظ لي، ولما اجي افتح البرطمان ما يبقاش فيه روايح مش حلوه. خلاص، طبعا انا مقطعه فلفل، الشرايح دي كبيره، مش مقطعاها شرايح صغيره. خلاص، بعمل زي ما انت شايفه كده. بحطها كده خلف خلاف داير ما يدور، فلفل في وسطيه علشان يديلي طعم حلو جدا للقرنبيط. اكمل بقيه القرنبيط بتاعي وهكذا، وهرص هكذا. تمام، نفس الكلام، احاول اظبطه ان بحيث يكون ايه معايا كله ملان. هحط كمان شريحتين ليمون وحبتين فلفل
نحط هنا حته. خلاص نفس الكلام، شريحتين ليمون، ونحط الفلفل بتاعنا. خلاص تمام كده، انا كده كملت والبرطمانين معايا. هنزل ببقية الفلفل وشريحة ليمون وشريحة ليمون. خلاص هجيب بقى التوم بتاعي على حسب التوم ده. طبعا كلنا عارفين ان التوم عندنا في القرنبيط وفي اي مخلل بيدي طعم ومذاق جميل جدا. خلاص وكلنا عارفين طبعا برضو قيمة التوم والغذاء بتاعه جميل عامل ازاي. تمام كده، تمام. هشيل بقى الحاجات دي ونضفها ونرجع نكمل. انا هنا جبت معايا لتر من المية، هحط 4 معالق ملح. تمام، اللي عايز الملح خفيف مظبوط يحط 4. تمام، اللي عايز الملح وسط بيحط ايه 4.5. عايزه الملح ومعلقه سكر. عايزه الملح زياده شويه هتحطي ايه 5 معالق. تمام، وكلنا متفقين ان الميه بتاعتي مغليه في كل مخللاتي. الميه بتاعتي مغليه. تمام، وايه ومبرداها عشان تبقى ميه معايا معقمه. خلاص طيب، في حاجه كمان، ايه هي؟ القرنبيط بتاعي لما بيستوي بيفقد ميه. ممكن تزودي عشان الملح بتاعك يبقى مظبوط، تحطي 4.5 معالق. خلاص، عشان ملحك يبقى مظبوط حطي 4.5 معالق عشان القرنبيط بتاعي لما بيستوي بيفقد ميه. تمام، انا طبعا عامله لك الوصفه وانا بصراحه ما كنتش مقتنعه بالقرنبيط، بس قلت لازم انزل لك الوصفه. اهم حاجه الوصفه اهم من ان انا اعمل لك القرنبيط. انت طبعا تجيبي القرنبيطه تكون احسن وانضف، والقرنبيطه البيضه اللي احسن من كده. خلاص، بس انا حبيت اديلك للناس اللي هي حابه. طبعا الميه انا بقلب بمعلقه خشب عشان الحديد ما يتفاعلش مع الملح. تمام معايا؟ طيب احنا بنبرد واحنا بنحط الميه بتاعتنا. احنا بنبرد الميه، بنغلي الميه ليه؟ بنغلي الميه علشان اللي بيبوظ معايا المخلل الكلور اللي في الميه. خلاص، الكلور اللي معايا في الميه هو اللي بيبوظ لي المخلل. تمام، طيب في حاجه كمان. القرنبيط بتاعي لما انا بجيبه واغسله وانضفه واحط الورد الزهره على حسب حجم القرنبيطايه اللي انت عايزه تخلليها معاكي. خلاص، بتحطيها.
طبعا انا الميه ما كملتش معايا زي ما انتوا شايفين. خلاص انا هعمل ايه، انا هجيب ميه تانية وهكمل علشان اكمل الميه بتاعتي. خلاص طيب، حتى زي ما انتوا شايفين الميه بتاعتي لسه سخنه شويه، يعني دافيه شويه معايا. هزود الملح بتاعي طبعا عشان انا حاطه حوالي كوبايتين، فهحط معلقه ونص ملح ونص معلقه سكر. خلاص طيب، في حاجه كمان، القرنبيط بتاعي زي ما قلت لكم بقطعه واغسله وبقطعه ظهر وبحطه في حاجه، في طبق كبير يكون مثلا بلاستيك زي اللي انا مثلا بقلب فيه كده. تمام. وبعمل ايه، وببدا اروح جايبه ميه سخنه وانزل عليه. تمام. وبعد ما بنزل عليه بالميه السخنه بحط معاها شريحه ليمون وبسيبه شويه. تمام. بسيبه شويه معايا يعمل ايه، يطلع الغازات اللي فيه. تمام. كلنا عارفين ان القرنبيط بتاعنا بيكون فيه غازات. شايفين بقى الميه بتاعتي بتاع القرنبيط بتاعي من قبل اي حاجه لسه، شايفين طبعا اللي في المعلقه ده ملح بتاع سكر يعني عادي خالص. شايفين ده هيبقى قرنبيط احمر بلون طبيعي اللي هو بالبنجر. خلاص اغطيه عشان هقولك على شويه تريكات. خليكي معايا هقولك على شويه حاجات عشان المخلل بتاعك يطلع ناجح. تمام. خلاص كده، شايفه المخلل بتاعي، شايفه عامل ازاي. طبعا من ضمن نجاح المخلل بتاعي ان انا لازم اقلبه كده زي ما انا مقلبت كده دلوقتي قدامي. خلاص اعمليه كده كله يتجانس مع بعضه كده وكده، ونسيبه بقى يستوي ويبقى بألف هنا على قلوبكم. هقولك بقى على شويه تريكات، خليكي معايا واحنا بنكمل. نغطي ده واكمل معاكي بقيه المعلومات. كده انا قلبت المخلل التاني معايا. شايفين لونه، شايفين الهريسه عامله ازاي معاه، شايفين اللون والاصفر ازاي. ده هيطلع معايا مخلل اصفر جميل جدا. شايفين عامل ازاي، شايفين المخلل بالبنجر والليمون عامله ازاي، شرايح الليمون عامله فيه ازاي جميله. تمام. وشرايح الفلفل هتديله لون وطعم وشكل ومذاق جميل جدا. خلاص طيب، هقولك بقى على شويه تريكات كده او شويه حاجات برضو هاكد عليكي فيهم عشان تاخدي بالك منهم. ايه هما؟ الميه تكون مغليه ومبرده، علشان هقولك مره واتنين وتلاته في كل مخللاتي هقولك نفس الكلمه، عشان المخلل بتاعي ما يبوظش، عشان ما يعملش ما يبقاش مزفلط كده، علشان ما يبقاش طري، علشان يفضل مقرمش، علشان المخلل بتاعي هي ايه، يحافظ على قوامه. حاجات كتير هتفرق معاكي لما يكون المخلل بتاعك معمول بميه مغليه ومبرده. تمام. اختار القرنبيطه بتاعتك تكون حلوه وتكون جميله، ما تكونش زي اللي انا جايباها دي، تكون احسن منها. تمام. طيب حاجه تانية، ايه تاني؟ اختاري المحلول اللي احنا عملناه. قلنا التوم اللي احنا عملناه، التوم اللي احنا حطيناه بيدي طعم جميل جدا 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 للمخللات، والسكر بيقرمش المخللات بطريقه روعه روعه روعه. الليمون بيعمل في القرنبيط، بيخليه يحتفظ بقوامه، وفي نفس الوقت القرنبيط من الحاجات اللي بتعمل غازات، فلما تيجي تفتحها عليها بيحافظ لك ان ما يطلعش ريحه كريهه. خلاص طيب، ايه تاني؟ طبعا انا قلت زي ما وعدتكم في فيديو المخلل بتاع الخيار ان انا هعمل ايه، ان انا هجمع كل المخللات دي وهفتحها لك في فيديو واحد. خلاص
يلا بقى اسيبكم برعايه الله، اشوفكم في وصفه جديده ان شاء الله تكون احسن وتكون اوفر وتكون ابسط وتكون بسيطه عليكم وبسيطه على قلوبكم. خلاص يلا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت جميل وحلو من قلوبكم البيضه بدعوه اجمل من قلوبكم الاحسن. في رعايه الله، مع السلامه.